ظهر لنا واحد اسمه محمود الحسنات فلسطيني، وهو إخواني من جماعة الإخوان المسلمين. زي ما في خطبه قاعد يشكر في رؤوس الإخوان المسلمين ورؤوس حزب الإخوان المسلمين زي خالد الراشد وزي غيره يتباكى عليهم ويشكرهم ويمدحهم. كذلك يأمر الشعوب بالخروج على حكامها، وداير يحصل للمسلمين زي ما حصل في ما يسمى بالربيع العربي، وإن شئت فقل العبري. أضف إلى ذلك إنه خطبه كلها تهييج ضد الحكام، وده منهج الخوارج، وهم الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: الخوارج كلاب النار. ودائما أي زول يشتم الحكام المسلمين ويأمر بالخروج عليهم ما طعن فيهم إلا لطلب دنياهم، عشان يقعدوا معاهم، يدوا كرسي منصب معاهم أو يدوا قروش. ده حاصل في أي بلد إسلامية.